السلام عليكم الأصدقاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنتعرفوا فيه على جيت هوب كوبايلوت. ومعنا في هذه الحلقة جيت هوب كوبايلوت. شخصيا ما كرهناكش السي كوبايلوت، تعطينا واحد التعريف بسيط على راسك. أنا جيت هاب كوبايلوت أساعدك على كتابة الكود بسرعة أكبر. عند بدء الكتابة أقترح لك أسطرا أو دوال كاملة حسب المشروع الذي تعمل عليه. ببساطة أنا مساعد ذكي للبرمجة يوفر عليك الوقت ويجعل الكود أسهل، وسيكون من الأفضل لو شاهد أصدقائك كيف كنت تعمل قبل أن تتعرف علي. فاش فكرتيني على جيت هوب؟ فكرتيني في سمارة. المهم، نديرو داكشي اللي قالنا جيت هوب كوبايلوت، نبداو بأول مثال ديالنا اللي هو هذا. قبل ما نعرف شي حاجه سميتها جيت هوب كوبايلوت، مثلا في هذا الكود هذا عندي ثلاثه الاخطاء. شنو كنت كندير سيليكت ال كنترول اس، موراها كنمشي للبراوزر لشات جي بي تي وكنعطيه الكود، كنقول له solve this problem. كما كتشوف معايا كيعطيني الكود الصحيح. كندير له عاوتاني كوبي وكنمشي للفي اس كود وكندير سيليكت ال وكندير كنترول في. كما كتشوف معايا انني ضربت تماره، مشيت من الفي اس كود للبراوزر، من البراوزر للفي اس كود، وهنا فين كيجي كوبايلوت فين كيسهل علينا هادشي كامل. رجعوا الكود ديالنا اللي كان غلط، ولا مشينا لهنايا وبركنا عليها، هذا هو جيت هوب كوبايلوت. ومشينا هنا درنا الايديت مود، من بعد نشرحو كلشي ونقول له solve this problem. كما كتشوف معايا هنايا فهو صلح لنا هاد المشكل كامل، اللي ما درت لا بيست لا والو. اوتوماتيك هو شاف الكود هنايا، هو هذا الكود، موراها ندير كيب ات، ندير كيب all بحال هكا وانا تحل المشكل. هذه خاصيه واحده من بزاف د الخاصيات اللي كيعطيها لنا جيت هوب كوبايلوت. وفي هذا الفيديو غنشرحوا جميع الخاصيات اللي كيوفرها لنا جيت هوب كوبايلوت. ودابا نشوفوا كيفاش نانستاليو جيت هوب كوبايلوت. في حاله ما كانش عندك هذا الايكون، كتمشي للاكستنشن وكتكتب جيت هوب كوبايلوت وكتانستالي جيت هوب كوبايلوت. موراها كدير switch to pre-release version. موراها كتانستالي جيت هوب كوبايلوت شات. انا عندي مانستاليا. موراها نسدو الاكستنشن. موراها كما كتشوف معايا كاينه واحد العلامه اكس. علاش كاينه؟ حيت خصني نكري اكاونت ولا ندير لوغين. يمكن لك تسجل بالايميل ديالك، ولكن انا كنصحك تسجل بجيت هوب ديالك. انا نتسجل بجيت هوب ديالي، نبرك على جيت هوب. هنا كما كتشوف معايا حل ليا واحد البيج. انا نسجل بالايميل ديالي، موراها صافي كلشي مزيان. ارجع لفي اس كود، القى كلشي مزيان. في حالات بغيتي ما كتكونش عندك هذه ديال ستارت فويس شات، حتى هي كتمشي للاكستنشن وكتبحث على سبيتش في اس كود، كتانستالي هذه باش كيطلع لك هاد الايكون. ومثلا انت درنا له هاي باش نوريكم حاجه اخرى، كتطلع لك حتى هذه. الا ما كنتش انستالي هذه ما يطلعولكش دوك الجوج. وخصك تعرف بان كوبايلوت ماشي فابور 100%، ولكن كيعطيك واحد الفري اكسس للشهر. مثلا كيعطيك 2000 كومبليشن للشهر. وكاينه واحد الطريقه باش كتاخد برو فابور، انا شخصيا واخدها، هي انك خص تكون طالب وكتسجل بالايميل الجامعي وكتاخد برو فابور. وكنصحكم بهذا الفيديو هذا اللي كيشرح كل شيء
كيفاش تاخد كوبايلوت فابور 100% وبزاف د الحوايج، حيت جيت هاب كوبايلوت، حيت جيت هاب ما كتعطيكش كوبايلوت فابور. الا مشيتي لهاد اللين هذا فانك الا كنتي طالب وعندك الايميل جامعي كتاخد هادشي فابور كامل اللي كتشوف هنايا كامل. علاش الخطه برو احسن من الفري؟ ان البرو كيعطيك الليميت ديال الكومبليشن، ولكن واخا ما تسمع الليميت كيعطيك جي بي تي 4.1 فابور الليميت استعملو تتشبع. ولكن لي موديل اللي واعرين بحال الا مشيت لهنايا هذا هو اللي كيعطيك فابور الليميت، وكيعطيك حتى جي بي تي 5 ميني الليميت. ولكن كلاود وجيميناي جي بي تي 4 وجي بي تي 4 فهادو ما كيكونوش الليميت. انا شخصيا كما لا مشيت لهاد البلاصه هادي فانا كتلقاني ساليت هاد الشهر استعملت 100% من الاحسن لي موديل بحال كلاود وجيميناي هادوك ساليتهم. وفوقاش تعاود ليا تعاود هادي ترجع لي زيرو نهار 1 فبراير. سلام، انا من المستقبل 5 فبراير ولا مشيت لهاد البلاصه فلقاهم رجعوها لي للزيرو وانا استعملت شي شويه. ودابا نبداو نشرحو مزيان الايديت مود. نمشيو لهنايا ونبركو على الايديت مود، وما كرهناكش كوبايلوت تعطينا واحد التعريف على الايديت مود. وضع إيديت مود هو وضع يسمح لك بتعديل المحتوى مباشرة داخل بيئة العمل، سواء كان كود برمجي أو مستند نصي، مع إمكانية رؤية التغييرات فوريا قبل حفظها أو تنفيذها. بصراحه الكوبايلوت تعريف زوين وما عندي ما نقول، ولكن خصنا نديرو واحد التطبيق. كرينا واحد الفايل سميتو operation.c ودرنا الاد فانكشن، ولكن هنا كاينين بعض الاغلاط. نقولوا له solve this problem بحال قبيلاتي. لا لاحظتي معايا فحنايا نلقاو جوج الالوان، الاحمر كيعني ان داك السطر فيه شي غلط وحيدو، كما كنشوفوا هنا فينا كاين واحد الغلط هذا وحيدنا هذا السطر، وكاين حتى هذا الغلط هذا كما كتشوف راه كاين الفرق ما بين هذا اللون هذا الاحمر وهذا الاحمر. هذا الاحمر اللي مفتوح راه هو اللي كاين فيه غلط وحيدو، ولا شتي هنايا فهو عوضوه بهذا الصفر حتى هذا الصفر مفتوح. فاللون فاشنا نفهمو انا الاحمر غلط والصفر كيعني انه صحح لك هذاك السطر اللي بالاحمر. فنقدروا نديرو كيب ال من هنا ولا نديروها من هنا، ونقدروا نستعملوا هاد الاسهم باش نعرفوا نشوفوا ما بين الاسطر كاملين اللي صحح لنا، نطلعوا الاول نهبطوا الثاني، ونقدروا نديروا غير الثاني كيب والاول ما بلا نتاوا نقدروا نديروا كيب ولا نديروا له اندو. نعاود نديروا له اندو ونجربوها. احنا درنا له اندو وحنا دابا بما اننا عارفين فين هو الغلط فنديروا ليه هكا ونزيدوا حتى واحد اللعيبه واحده اخرى باش نصحوا كل شيء. دابا حنا مزيانين، نقدروا نقولوا له يزيد لنا فانكشن ديال الماينس. فهاد المره كما كتشوف معايا كنشوفوا غير الصفر، واخا هنايا كاين الاحمر ما دار ما حيدي واحد السطر كان خاوي. نديروا له كيب، وهاد المره كنشوفوا غير الصفر حيت هاد المره غير زاد لنا واحد الفانكشن ما بدل والو. نديروا له عاوتاني كيب بيت. ودابا نكونوا شرحنا الايديت مود مزيان، ودابا نتعرفوا على المود الجاي هو الاسك مود. نبركوا عليه ونختاروا هاد المره شي اي واحد اخر مثلا جيميناي. وما كرهناكش كوبايلوت تعطينا واحد التعريف بسيط على شنو هو الاسك مود. وضع آسك مود هو وضع يتيح لك طرح أسئلة مباشرة على النظام أو المساعد للحصول على إجابات أو تفسيرات دون تعديل أي محتوى موجود، أي أنه مخصص للاستفسار فقط وليس للتعديل. شكرا على التعريف. ودابا نديرو واحد التطبيق. نقولوا له هاد المره بغينا give me function ديال الضرب. صراحه ما فهمتش علاش عطاني بحال هكا، ولكن راه يخربق عليا هاد المره حيت المودلز اللي كبار بحال كيبداو يتفلسفوا. شتي كيتفلسفوا بزاف. مشينا جي بي تي 4.1. وكما كنشوفوا دابا الفرق فاسك مود هو ماشي دارنا ابديت نيشان لهاد البلاصه اللي كنخدموا فيها، فهو عطانا واحد الاقتراح
وكما كتشوفوا عاود بزاف الحوايج. نقدروا مثلا ناخذوا هذه نديروا لها كوبي ونجيو نحطوها هنا، او نقدروا نديروا له بحال هكا. الا جينا هنايا نديروا كوبي لكل شيء، وهنايا نديروا ايمشي شنو يدير هو يشد هاد البلاصه هاد الكود هذا مع هاد الكود هذا ويدير لهم التقاطع، يشوف داكشي اللي ما كاين هنا وما كاينش هنا. نجربوها. فشتي فهو ما بدلناش كلشي بحال الايديت مود، ولكن الاسك مود ما كيديرش ابديت نيشان الكود. نقدروا نديرو كيبيت. الاصدقاء عرفتي نطي غفلت على بيسي دقيقه وحده، واحد صاحبي باسل فيه بساله، شنو دار لي بقى كيشد هاد كوبي وكيكوبي وبقى يكوبي وكوبا لي ماشي بروجي واحد، ماشي فايل واحد، بزاف د الفايلات. شوف لا حول ولا قوه الا بالله. شوف حتى هنا ويلي دابا غنبقى نحيد انا هادشي كامل واحد بواحد، ولكن حبس عندي الاي اي. نقدر نحيد نقول له remove all line who has دابا مزيان. دابا مزيان. دابا مزيان. وندير لهاد اللعبه ندير لها كوبي وانا تهنيت. وهاد صاحبي الباسل ما صور مني والو، ولكن عاوتاني انا عجز. انا راني كنعجز بزاف. عاوتاني نعاودها في هاد الفايل ونعاودها في هاد الفايل نفس الكود. اجي علاش؟ واش ما كاينش شي طريقه اللي نديرها فيهم بثلاثه في دقه واحده؟ كاينه. انا نرجعو هذا، نمشيو لهاد البلاصه ديال كونتكست ونديرو اد كونتكست ونديرو نزيدو السميه ديال الفايلات كلهم اللي بغينا يدير لهم شي حاجه. نزيدو حتى ايفن ونقول له غيشوف دابا كيشوف هادو كاملين، كيشوف هاد الفايلات كاملين وحيدهم remove all. دابا انا اللي نضحك على صاحبي، ما خباروش راه عندي الاي اي. كما نشوفوا انه عمل على ثلاثه الفايلات في دقه واحده. وندير لهم نقدر ندير لهم كيب all من هنا كل ما يتصوب هذاك الشيء. وانا تهنيت. وهاد صاحبي الباسل خصني نبقى نطفي بيسي قبل ما نتحرك من بلاصتي. ودابا نشرحوا واحد المود جديد اللي كيشبه الايديت مود. هو ساهل، ما كيخليناش نمشيو عاد نفتحوا شات جديد ونبقاو هكا. كنمشيو كنديروا كنترول اي وكطلع لنا هادي. كنقول له مثلا بغينا give me divs function ويعطيها لنا. كما كنشوفوا فهو كيشبه الايديت مود، ولكن هو كيتسمى inline shot، يعني في نفس السطر كتكتب الشاط. حتى هو بحال الحاجه نفس الحاجه كدير كيب واندو من هنا. وحتى هنايا كاين لي موديل كاملين وكنديرو كيب. ودابا نشوفوا واحد المود جديد هو suggestion، كيقترح عليك الكود وانت جالس كتكتب. الا مشينا لهنايا انا راني طافيه دابا داير له ديساكتيف ودرنا الفايل درنا لا تشيك الفايل وسي وكتاكتيفا نيكس ايديت ساجيشن. ولا مشي ودرنا انتيجر بغينا الفانكشن ديال الموديلو. فكنشوفوا هو حنا جالسين حنا كنكتبوا هو كيقترح علينا. فانا كنشوفوا هو كملنا كلشي. ولا بغينا كنكتبوا اكسبت ولا كنديروا طاب. نديروا هنايا حنايا طاب. نقدروا نشوفوا حتى هنايا كاينين حتى اقتراحات واحد اخرين، ما كاينش اقتراح واحد. الا درنا البركن على النيكس فكنشوفوا هنا كيقترح علينا ماشي بحال الاخر كان كيقترح علينا بزاف. حنا عجبنا هذا نديروا له اكسبت. نديروا واحد الاكزامبل واحد تي في كنشوف عاوتاني هو اقترح علينا وهاد المره نديروا طاب. ودابا ندوزو اخر مود واهم مود واحسن مود هو الايجنت مود. ما كرهناكش يا كومبايلوت، تشرح لنا شنو هو الايجنت مود؟ وضع ايجنت مود يعني ان المساعد يمكنه تنفيذ مهمة كاملة بنفسه. مثال: تقول له انشئ موقعا كاملا لشركة فيستطيع انشاء الصفحات، كتابة الكود، تنظيم الملفات، واعداد الهيكل الاساسي للموقع. اي انه لا يكتفي